الدكتور قال لي هروق عليكي، وما كنتش فاهمة معنى الكلمة لحد ما حصل بينا اللي حصل. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي أميرة، عندي 32 سنة، متجوزة بقالي 7 سنين من واحد اسمه شريف، معايا منه ولدين، وحاليا شغالة ممرضة في مستشفى كبيرة. بس مشكلة المستشفى دي إنها بعيدة جدا عن البيت بتاعي. شغلي متعب قوي، بس بصراحة أحسن من قعدة البيت. جوزي راجل عصبي جدا، وفي نفس الوقت بارد قوي معايا. عمره ما حسسني إني ست، ولا مهتم بيا، ولا حتى بيقدر تعبي، ولا بسمع منه كلمة حلوة. كنت بحاول بقدر الإمكان إن أنا أصلح العلاقة اللي بيني وبينه، عشان نفسي أسمع منه أي حاجة تبسطني، بس مفيش فايدة. لحد ما ظهر في حياتي الدكتور ياسين. الدكتور ياسين جالنا المستشفى جديد من حوالي 5 شهور بس، وهو دكتور نساء، شخصية محترمة جدا، وكل الممرضات بيحبوه. بيتعامل معانا بذوق قوي، وبيتعامل مع الناس كلها بذوق جدا. ومع الوقت بدأت أحس إنه بيهتم بيا بطريقة ما كنتش متعودة عليها. في الأول كنت باخد بالي إنه دايما بيسألني لو كنت تعبانة أو عندي مشاكل في الشغل، بس ما كنتش متخيلة إنه هو معجب بيا. لحد ما في يوم حصل بينا موقف خلاني أحس إن في حاجة غريبة، وإنه فعلا في حاجة جواه من ناحيتي. دخلت علشان أجهز الأدوات في العمليات، واليوم ده كنت مطبقة وبقالي يومين ما نمتش، وإيدي فعلا كانت بتترعش من التعب، وما كنتش مركزة في أي حاجة خالص. فجأة لقيته وقف جنبي وراح ماسك إيدي وقال لي: أميرة، انت لازم تهتم بنفسك شوية، انت شكلك مرهقة جدا، وده غلط عليكي قوي. أول ما مسك إيدي لقيت قلبي بيدق جامد قوي. حسيت إني بدأت أحس بحاجة حلوة كنت مفتقداها جدا في حياتي. من هنا بدأت علاقتنا تكبر. في الأول كانت مجرد نظرات واهتمام بسيط منه، بس مع الوقت بقينا بنتكلم كتير، خصوصا إنه بقى يطلبني أنا اللي أكون دايما معاه في أوضة العمليات، وبقينا نقضي ساعات مع بعض في المستشفى، وساعات بعد الشغل في التليفون، لأن أنا بروح البيت وبيكون جوزي لسه نازل الشغل، لأن جوزي شغال وردية بالليل، يعني بيمشي من البيت الساعة 4 العصر وبيرجع تاني يوم الساعة 9 الصبح. فبكون قاعدة في البيت بعد ما برجع من الشغل لوحدي، وأقعد أتكلم مع دكتور ياسين، وحكيت له عن حياتي من أول ما اتجوزت، وطبعا كنت بشتكيله من حياتي اللي أنا عايشاها دلوقتي، وإن أنا مستحملة العيشة اللي أنا فيها دي علشان بس ولادي. وأنا بكلمه كان دايما بيصبرني ويقول لي كلام حلو، ويفضل يقول لي إن أنا واحدة جميلة وما استاهلش المعاملة دي، وإن أي واحد في الدنيا بيتمنى بس إن أنا أكون مراته. كنت أول مرة أحس من كلامه إن في حد مهتم بيا، ودي كانت أكتر حاجة أنا مفتقداها من جوزي. وفي يوم دخلت أوضة العمليات وبجهز الأدوات اللي هنشتغل بيها وكده، وما كانش في حد موجود في أوضة العمليات غيري، وكده كده أنا بكون قبل أي حد موجودة علشان أجهز الدنيا قبل ما الدكتور يجي. فجأة لقيت الدكتور ياسين جه بدري قبل ميعاده بكتير، سلم عليا ولقيته وقف جنبي وقال لي: أنا عاوز أقولك على حاجة. قلت له: اتفضل. قال لي: أنا معجب بيكي قوي يا أميرة، ومش قادر أمنع نفسي عنك. قلبي وقتها فعلا كان هيقف، وفضلت ساكتة وما كنتش عارفة أرد عليه أو أقول له إيه. لقيتني بقول له: وأنا كمان.
قال لي وانتي كمان ايه؟ قلت له معجبة بيك قوي. قال لي انا لو كنت قابلتك من زمان، من قبل ما تتجوزي، انا ما كنت سبتك وكنت اتجوزتك. قلت له هو في دكتور بيتجوز ممرضة؟ قال لي ملهاش علاقة، طالما بيحبوا بعض اكيد يقدر يتجوزها عادي. قلت له يلا الحمد لله، كل واحد بياخد نصيبه. قال لي وانا بتمنى من ربنا انك تكوني نصيبي. قلت له بس انت متجوز وانا متجوزة. قال لي محدش عارف بكرة مخبلنا ايه. في الوقت ده حسينا ان في حد جاي على اوضة العمليات، فبعدنا عن بعض وانا بدأت اشوف شغلي. ومن اليوم ده وهو بقى يطلبني كتير في الأوضة بتاعته اللي في المستشفى لما بيكون قاعد لوحده، وبقى يحصل بينا حاجات زي انه بقى ياخدني في حضنه او يديني بوسة. بس طبعا كنا بنعمل كده بسرعة علشان بنكون خايفين لحد يدخل علينا، لان الأوضة بتاعته كانت في وش الطرقة، وكنت لما بدخل عنده قبل ما يعمل اي حاجة كان بيقفل الباب، وانا بكون واقفة ورا الباب، وهو يروح باصص من الفتحة بتاعة المفتاح علشان يتأكد ان مفيش حد في الطرقة او حد جاي علينا، ويروح قايم ويعمل اللي هو عاوزه معايا بسرعة. وبعد كده يبص تاني، لو لقى حد بيروح يقعد على مكتبه بسرعة، وانا بعمل نفسي واقفة بعيد عنه كأني بتكلم معاه. الموضوع كبر بينا، وكل مرة كنا بنحاول نعمل كده واحنا مستخبيين عن الناس، بس برضو كنا خايفين. الدكتور ياسين كلمني في التليفون وقال لي ان هو مش واخد راحته في المستشفى معايا، وان هو عنده عيادة خاصة بيقفلها يوم في الاسبوع، واقترح عليا ان انا اروح ازوره هناك واظبط الاجازة بتاعتي على اليوم اللي بيكون قافل فيه العيادة ونتقابل فيها. كنت مترددة في الأول، بس بعد ما جربت اللي بيعمله معايا وبفتكر قد إيه كان بيخليني سعيدة قوي وهو قريب مني، وافقت. ولما قعدت مع جوزي عرفته إن الجدول بتاع الشغل بتاعي اتغير، وبدل ما كنت باخد أجازتي يوم الأربع، أجازتي هتبقى يوم الاثنين، اللي هو اليوم اللي هروح فيه عيادة دكتور ياسين. أول مرة أروح العيادة كنت حاسة إن قلبي هينط من صدري. دخلت وكان قافل كل حاجة حتى الأنوار. أول ما دخلت قفل الباب ورايا واستقبلني بأجمل حضن حسيته في حياتي كلها. حسسني إني ملكة. وبعدها دخلنا الأوضة بتاعة الكشف، ودي الأوضة الوحيدة اللي فيها سرير اللي هو بتاع الكشف. بعد ما دخلت لقيت الدكتور ياسين اتحول من واحد بشوفه دايما هادي في المستشفى لحد كأنه أول مرة يشوف واحدة ست في حياته، مع إنه متجوز، بس حسيته بيعمل كل حاجة أنا نفسي فيها. أنا طلعت عنده الساعة 5 المغرب، فضل معايا 3 ساعات كاملين، كانوا أجمل 3 ساعات في حياتي. خلاني في قمة السعادة اللي ممكن واحدة ست توصل لها. ومن ساعة اليوم ده وإحنا بقينا نتقابل في العيادة كل أسبوع بعيد عن عيون الناس في المستشفى، وبقيت استنى اليوم ده بفارغ الصبر، وحاسة ان انا عايشة قصة حب حقيقية بعيد عن المر اللي كنت عايشاه في بيتي مع جوزي اللي عمره ما حس بيا. بدأت احس اني بعمل حاجة غلط، بس مش قادرة فعلا ابطلها. وكان ليا واحدة صاحبتي قوي بنحكي كل حاجة لبعض، ونعرف عنها حاجات كتير قوي. هي على فكرة برضو متجوزة وبتحب حد غير جوزها. اتصلت بيها وحكيت لها على دكتور ياسين، بس طبعا ما قدرتش اقول لها ان انا بروح اقابله في عيادته
وبيحصل بينا حاجة. قالت لي ما هي الحياة كده يا بنتي، جوازة والسلام والحب بنلاقيه مع حد تاني،